السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا إخبار إلى وزير التربية النائب هادي السلامي عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب حيدر طارق شمخي عضو لجنة التربية النيابية. هذا الإخبار كفيل بإقالة مدير التربية وتحويله للتحقيق. طبعا والله باستياء جاي من نشوف هيك تجاوزات ومدير يشغل هذا المنصب سنين طويلة. يعني إذا على هاي السياسة ايش قد عانت إذن هذه المؤسسة من تجاوزات ومن عدم احترام الكوادر التدريسية ومن عموما مدرسة وهذه المدرسة ثانوية الزيزفون مجمع الأميرات الأول في محافظة النجف الأشرف، مدرسة صينية حديثة العهد، استلمناها وفرحنا بها وخليناها ثانوية مع البنات بالمجمع. قبل أكثر من أسبوع وصل لنا خبر لأن المدارس الصينية مدارس نموذجية، مدارس معتبرة، يعني يخلون الأنظمة كلها بها، حتى نظام غسل بها، حتى نظام كاميرات، نظام حاكية، وبيها مختبرات. وصلنا خبر بأنه المختبر منطينا للمتعهدة حانوت. احنا استغربنا. أنا أنميها المدرسة، أعطيها أثاث، المختبر مهم مقدس. عموما تحركنا، خابرت النائب هادي السلامي، اتصلنا بالمديرة، صرنا نحرر شكوى على المديرة لأنه المديرة هي المسؤول الأول عن المدرسة. قالت أني هذا أمر من مدير التربية، أنا مو بكيفي، وصار توجه بها المسألة. فمن صارت شكية كتبت المديرة للتربية مع اتصالات السيد النائب، وكل التفاصيل اللي أحكيها كلها يعرفها هذا السلامي الله يحفظه، لأن صار تواصل ويا المديرة وحكت لي الحكي لي كله، لأنه أنا بناتي بنفس المدرسة وتواصلت من شفت المظلومية مال الكادر التدريسي أصلا مظلوم بها هذه المسألة، والمديرة حصرا. فالتربية من وصلها الحكي دجت إلى هذا الكتاب، وصل للإدارة من التربية 25/9/2025. شو يقول؟ إلى قسم الحسابات الحوانيت منع استخدام. السلام عليكم، بناء على ما جاء في مذكرة إدارة ثانوية الزيزفون للبنات المرقم كذا، نود إعلامكم أنه يمنع استخدام أي غرفة أو قاعة أو أي منشأ في المدرسة لغير الغرض المخصص له. وبما أن بناية ثانوية الزيزفون هي إحدى المدارس النموذجية التي بنيت في محافظتنا ضمن المشروع الصيني، وهي لا تزال غير مستلمة نهائيا، وعليه لا يسمح باستخدام المختبر الموجود في المدرسة كحانوت مدرسي. كتاب صريح. طبعا هذا الكتاب مدير التربية مسافر طبعا. هذا من اجى الكتاب، اخذت اجراء المديرة، استدعت اللي مأجرة الحانوت، قالت لها يابا هذا اجانا تعميم من التربية وهذا مخالف للقانون واني ففرغي لي الحانوت. قالت لها اني ما افرغ الحانوت، انتظر المدير العام، وبس يجي المدير العام والله اقيلك. تقول للمديرة وبكل ثقة، اعطتني خبر المديرة، قلت لها يجي المدير العام ونشوف الكارثة وين. المشكلة من اجى المدير العام رأسا خابر المديرة، لا تقصى الحقائق، لا سمع من عندها، لا عرف الموضوع شنو، لا درى اكو كتاب صادر. تقول اريد افهمه المديرة، ما سمع حتى مني، زجرني وشون ما تنفذي حكي يعني هواي، وقال لي باكر تجين الصبح تقدمين استقالة. شنو بها قانون هذا؟ اريد اعرف انا هذا شنو الجبروت يعني. وين راحت
الهيبة مال الكوادر التدريسية لازم تثور لأجل المديرة مال المدرسة، إنسانة محترمة 20 سنة هي تربوية، هي مديرة مدرسة. عموما أيضا أخذت قالت أنا إلا بكتاب، احنا تبلغت لأنه راح تحاسب المديرة نفسها، احنا راح هذا الأمر ما نعيفه، راح يصير شكاوي وراح يصير تتحرك كل الجهات على هذه، لأنه احنا ما نحسب حساب هاي، نحسب حساب كل مدارس النجف منتهكة بهذه الطريقة. فأيضا هي ما تقدر بعد، قالت جيبوا لي كتاب، ما أقدر أنا أنطل المختبر بعد، لأنه راح تصير لجان تحقيق وراحت. عموما لحد هاي اللحظة المشكلة قائمة لحد اليوم، وأني هذه دعوة للسيد المحافظ يوسف قناوي أحد سكنة الأميرات، والمدرسة بالأميرات، أدعو لزيارة هذه المدرسة وتوقف على الحالة وتشوف وتسمع من المديرة. أدعو كل مسؤول بالنجف، كل نائب، كل عضو مجلس محافظة يجي يشوف المهازل كيف شلون تندار هذا الأمر. يعني كل هذه الكتب ما أعرف شريد، ما عندي تعليق والله هذا، وتقول لها بكل صراحة، تقول لها والله أقيل شوف فعلا قول وفعل، والله اجى المدير العام ويقول لها ما أعرف احنا إقالة المدراء بيد مدير التربية لو أمر وزاري، اختلطت الأمور ما نعرف. عموما احنا متابعين للموضوع وما نقبل على أي خطأ. في أمان الله.